اللي قدامك ده مش تصوير، دي كامبين كاملة اتعملت بالاي اي. خليني اقولك اللي انت شايفه هي عبارة عن فيجوالز مختلفة بتحكي قصة ان هي سطو او هجوم على بنك مصر. الفيديو ده هقولك ازاي انا عملت المشاهد دي او الفيجوالز دي، استخدمت ايه في الاي اي عشان اقدر اطلع بالنتيجة دي. وش معنى بنك مصر؟ هي الفكرة بصراحة كانت من لا كاسا دي بابل، معروف يعني زي ما انت شايف. طيب ايش معنى بنك مصر؟ ليه مش البنك الاهلي او اي بنك تاني؟ انا بصراحة كنت شايف ان بنك مصر باللوجو بتاعه، بالالوان بتاعتهم، بالايدنتيتي بتاعتهم قريبين من اللون الاحمر شويه، هم تقريبا لون احمر. فحسيت ان ده هيخدمني في الفيجوال والكونتراست ما بين الالوان، بحيث لان العصابه دايما بيكونوا لابسين لون احمر. فانا اخترت بنك مصر ان انا اعمل عليه الفيجوالز دي. في كل صوره او في كل فيجوال انا كنت متحكم في المشهد، في الشخصيات اللي في المشهد. كنت متحكم في زاويه التصوير، كنت برضو متحكم في الكومبوزيشن بتاع الصوره. ده غير طبعا الالوان. ثبت زي برومبت كده ثابت لحته الفيجوال او الدايركشن، بحيث ان هو يديني نفس الالوان ويديني نفس الجو او نفس المود يعني. ده غير طبعا التفاصيل المصريه زي فلوس، شاي، تعبيرات الوش، الاشخاص نفسهم، الموظفين اللي جوه البنك مصريين. فكل ده طبعا كنت عامل حسابه في البرومبت اللي انا بكتبه. طيب انا استخدمت ايه علشان اطلع بالكواليتي اللي انت شايفها قدامك دي؟ خليني اقولك ان هي مش اي اي تول بس، ده هي عباره عن اي اي زائد فوتوشوب. استخدمت الحاجة الأساسية عندي اللي أنا كنت معتمد عليها، ImageFX، جوجل ImageFX. ده يعتبر أفضل AI تول إن أنت تجنريت صور من التكست، وتفاصيله عالية جدا، وبيهتم بإن الصورة تطلع رياليستيك أكتر من إن هي تطلع حاجة فنية أو حاجة فيها ألوان وكده يعني. طيب كتبت البرومت إزاي؟ عادي بكل بساطة رحت على شات جي بي تي، شرحت له الفكرة، قلت له والله أنا عايز أعمل فكرة إن فرقة لا كاسا دي بابل بيهجموا على بنك مصر. شرحت له التفاصيل، زاوية الكاميرا، الألوان، شرحت له إن الموظفين يكونوا مصريين. كل ده أنا بكلمك بالعربي، أنا بكتب له عادي بالعربي في الشات بتاعي، شات جي بي تي بكلمه بالعربي عادي. وقلت له إن أنا مثلا عايز الحاجات دي ورا بعض بشكل تسلسلي، إن مثلا أول حاجة إن العصابة تدخل على البنك، يجيب أول صورة توضح إن البنك ده بنك إيه، بعد كده يدخل على الموظف يرفع قدامه السلاح، وبعد كده طبعا النهاية إن هم متصورين بفلوس، هم بيخرجوا أو بيهربوا من البنك. كل مشهد عملت له برومت مختلف طبعا من شات جي بي تي، انا بشرح له الفكره، وقلت له ان كل مشهد بوصف له بالعربي كده عادي، قلت له كل مشهد بس عايزه في برومت مختلف. خدت البرومت ده على جوجل افكس. لو انت مش عارف تشغل جوجل افكس فهو بيحتاج في بي ان، ممكن تنزل في بي ان، دي عباره عن اكستنشن على جوجل كروم، تكتب في بي ان اكستنشن عادي وتضيفها وتشغلها على امريكا مثلا هتشتغل معاك. دخلت على جوجل ايمج افكس، كتبت له، خدت البرومت اللي انا كنت مطلعه من شات جي بي تي الاول فيجوال، وخدته كوبي بيست وحطيته كده، وظهر لي بدأ يديني صور من الحاجات اللي في دماغي. هي لو ما ظبطتش من اول مره ممكن تضغط كرييت تاني عادي، هتلاقيها ان هي ظبطت لحد ما تلاقي ان الصوره اللي انت عايزها قريبه جدا من الفكره اللي في دماغك. تاخد الصوره دي وتدخلها على شات جي بي تي وتقول له انا عايز في البرومت اللي انت كتبتها، عايز اثبت الدايركشن ده في اي برومت تاني انا هكتبه معاك في البروجكت ده. هو من تلقاء نفسه هيفهم ان انت خلاص انت عايز الصور تطلع بالشكل ده، عايز اللايت بيكون عامل كده، المود العام، الاضاءه مثلا لونها ابيض ولا وورم، كل الحاجات دي هو بيفهمها من الصوره اللي انت رفعتها له بعد ما تعمل جوجل افكس. هيطلع لك كذا برومت لكذا مشهد انت شرحتهم له قبل كده اصلا، وتبتدي بقى ان انت تدخل على جوجل افكس وتطلع المشاهد هتطلع معاك. هتاخد الصور دي بقى وتدخلها على الفوتوشوب، دي الخطوه الثانيه يعني، تدخلها على الفوتوشوب. ما تكتفيش ان انت خلاص خدت الصور فانت خلاص كده تبدا بقى ان انت خلصت، لا انت هتاخد الصور اللي انت طلعتها دي وتعدل عليها. يعني الصور اللي كانت طالعه لي جوجل افكس زي ما انت شايف كده، ودي الصوره بعد ما انا عدلت عليها بالفوتوشوب. يعني ممكن تعدل عليها يافطة زي ما انت شايف، حطيت لوجو بنك مصر. ممكن تعدل عليها مثلا تشيل حاجة بجنريتيف فيل في فوتوشوب. ممكن مثلا تزود لايت في حتة معينة، تلعب بالكاميرا رو فلتر بحيث ان انت تخلي الالوان كونتراست شوية. ممكن مثلا تضيف تكست ورا بحيث ان هي يافطة مثلا او ارشادات، الحاجات اللي هي بتبقى في البنك دي. كل ده انا عملته زي ما انت شايف كده، ما اكتفيتش ان الصورة تطلع لي من جوه الافكس، وعدلت عليها بالفوتوشوب. طبعا الحاجات الأساسية اللي كانت عندي في الحاجات اللي أنا بعدلها على الفوتوشوب كانت اللايت،
والشادو باكد عليهم بس ان هم كده كده موجودين يعني. وكانت مثلا ان انا العب في الكاميرا رو شويه بحيث ان انا اظبط الالوان، اخليها بلور شويه بحيث ان التركيز والفوكس يكون على الحاجه اللي انا عايز العين تركز عليها. ده كل اللي انا عملته يعني. ما اعتقدش ان انا يعني هي مش صعبه، بس هي الفكره ان انت ترتب افكارك هتبدا ازاي بحيث ان انت ما تلاقيش نفسك ان انت عطلان في حته معينه. يعني خلينا نرتبهم معاك كده. في البدايه انت هتروح على شات جي بي تي تشرح له الفكره بتاعتك بالعربي عادي، تقول له مثلا انا عندي فكره كذا كذا وعايزك تطلع لي الصور كذا. هيبدا مثلا يقول لك طب ما يسالك كم سؤال كده، يقول لك طب انت عايز زاويه الكاميرا ازاي، عايز الحاجه دي رياليستيك ولا كرتون ولا 3 دي. فانت تديله كل المعلومات دي وتبتدي ان انت تاخد البرومت. الاول برومت هيطلعه لك تجربه على جوجل افكس. لو تمام معاك فانت هتاخد الصوره اللي طلعت من جوجل افكس تديها لشات جي بي تي زي ما قلت لك، تاكد عليه ان الصور الحاجات اللي انت عايزها من البرومت اللي انت هتكتبه عايز يكون في نفس الدايركشن ده او في نفس المود ده. زي ما قلت لك بعد كده الخطوه بعد ما انت تجنريت الصور وتتاكد ان هم كلهم شبه بعض، تبتدي بقى ان انت تدخلهم علعلى الفوتوشوب، تعمل لهم ايديتنج بقى، ان انت تظبط زي ما قلت لك اللايت والشادو والحاجات اللي انت شايفها ممكن تتغير مثلا وتكون بتدي شكل احلى للفيجوال. يعني تفاصيل صغيره بتفرق طبعا. برضو لو هتعمل حاجه زي كده اتاكد ان الحاجه تكون ورا بعض. يعني ما تخليش مثلا مشهد ان هم سرقوا الفلوس وهربوا من البنك قبل مشهد ان بيرفع مثلا السلاح في وش الموظف. لا، خلي كل حاجة في مكانها. يعني زي ما انت شفت كده الصور كانت مترتبة كأنها فيلم قصير. اول حاجة طبعا العصابة زي ما انت شايف ان هي كانت في اول مشهد كانوا قدام البنك. الحاجة اللي بعدها على طول كانت لحظة الاقتحام. بعد كده الموظف بيديله الفلوس، بعد ما خد الفلوس قاعد بيشرب شاي، زمايله في الخزنة بيلموا الفلوس والدهب والكلام ده. وفي اخر مشهد ان هم طلعوا. واخر مشهد خالص ان اللي سرق البنك ده ايلون ماسك. عادي يا جدعان، احنا يعني فاهم، توقع اي حد يعمل اي حاجه. هي كلها بس ان انت لو عندك فكره فانت تعرف تنفذها. وانا شايف ان الاي اي دلوقتي يعتبر سهل حاجات كتير في الافكار. يعني احنا زمان لما يكون عندك فكره، انت ممكن يكون عندك فكره جامده بس تيجي تنفذها مش قادر، مش عارف تنفذها. يعني الامكانيات اللي معاك مش قادر تستخدمها ان انت تنفذ بيها الفكره دي. دلوقتي المشكله كلها وبعدين برضو الفكره كلها تبقى في الفكره نفسها. يعني طول ما انت عندك فكره وطول ما انت دماغك شغاله وبتطلع افكار جديده وافكار مختلفه، فانت ما تشيلش هم التنفيذ خالص. لان التنفيذ ده ممكن تفكر مثلا في يوم ولا يومين وتنفذ في ربع ساعه. فنصيحتي ليك وخصوصا ان الاي اي دلوقتي ما بقاش حاجه سهله. يعني خليني اقول لك بصراحه يعني ان هو كده بدا ان هو يشكل خطر على الديزاينرز عموما. فخلي استثمارك مش في التولز او استثمارك مش في الحاجات اللي انت مثلا تعمل فيجوال حلو. لا، خلي استثمارك في الافكار اكتر، علشان ده اللي هيشتغل بعدين وده اللي هيكون موجود بعدين. لان دلوقتي اي حد بقى يقدر يعمل اي حاجة، بقى يقدر يطلع اي فيجوال بكم كلمة كده زي ما انت شايف. يعني انا طلعت الكامبين الكاملة دي كلها وفكرة مطرقعة وبتاع بتكست. يعني انا ما تعبتش في حاجه، انا الفكره بس كانت عندي وطلعته بتكست وخلاص. يعني ممكن اقول لك ان انا ظبطت حاجات بيها شويه بالفوتوشوب وكده، بس يعني برضو اي حد ما بيعرفش في الديزاين، اي حد ملوش علاقه بالمجال بتاعه، فهو ممكن يطلع نتيجه زي اللي انا بعملها دلوقتي. فنصيحتي ليك خلي الحاجه الاساسيه اللي تكون عندك اللي انت تستثمر فيها هي فكرك. لان فكرك هو اللي هيدي لك الافكار اللي هي مختلفه في السوق، والتولز مفيش اكتر منها ان انت تنفذ بيها. يعني كل يوم في تطور. شات جي بي تي دلوقتي بقى يعمل صور تدمج له اكتر من صوره، ترفع له اكتر من صوره يدمجهم لك في ديزاين مانيبيوليشن محترف. وانا جربت ده بنفسي. ان شاء الله الفيديوهات الجايه بكلمكم عنها وهنجربها مع بعض يعني، واقول لكم تستخدموها ازاي. انا كده وصلت لنهايه الفيديو. الفيديو ده مش بس شغل، ده خيال واخد شكل صورة. طبعا الاي مش هيغنيك عن الابداع وعن فكرك، لكنه يعتبر اداة قوة بالنسبة لك انت تستخدمه صح بالفكرة اللي في دماغك. طبعا لو حابب تتعلم اكتر عن الاي اي انت كديزاينر، تستخدم الاي اي ازاي في شغلك بطريقة صح وحاجة تفيدك تسرع من شغلك وتطلع افكار احلى، تابعني. لان انا الفترة الجاية هتكلم كتير عن الاي اي والتولز المختلفة اللي انت كديزاينر ممكن تستخدمها. بس ودي كانت كواليس سرقة لا كاسا دي بابل بنك مصر فرع وسط البلد. لو حابب تسأل عن اي حاجة في الكومنتس قولي وانا مش هتأخر عليك. سلام.